هنجرب اليوم مع بعض كعك السمسم. ليش جربت كعك السمسم؟ لأن هذه الوصفة بدون بيض وبدون زبدة وبدون سمن أو خلاط، يعني وصفة سهلة وسريعة. حبيت إني أجربها معكم ونشوف النتيجة. في وعاء عميق أضفت نصف كوب من الزيت، سعة الكوب 250 مل، وأضفت كمان نصف كوب من الحليب وملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف. ممكن استبدال الكوب الحليب، نصف كوب الحليب بنصف كوب ماء مع ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. ربع كوب من السكر. طبعا هذه الوصفة سهولتها إنه ما نحتاج إلى خلاط، ممكن نحضرها بوقت بسيط وبوقت قياسي. نخلط المكونات إلى أن نتأكد من ذوبان السكر مع المواد السائلة. الآن نضيف المواد الجافة. أضفت كوب واحد من الدقيق كدفعة أولى. نلم العجين لم بدون ما نبالغ بالعجن، فقط حتى يختفي الدقيق. أضفت الآن الكوب الثاني من الدقيق. ممكن تضيفوا الكوب الثاني بالتدريج إلى أن تصلوا إلى القوام اللي حتشوفوه الآن. بعد ما يختفي الدقيق نوقف عملية الدمج ونشوف القوام. هو الآن حتشوفوه سيب شوية، سيبوه لمدة دقيقة فقط، حتشوفوا قوام أتماسك أكثر. القوام ناعم وغير ملتصق باليد. آخر مكون هي ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ندمجها مع بقية المكونات وخلاص الآن أصبحت جاهزة للتشكيل. نغطي العجين حتى ما تنشف وتقسى معنا. نحتاج إلى سمسم يكون محمص أو غير محمص، نضيفه في وعاء جانبي. نبدأ بالتشكيل مباشرة بعد ما كملنا العجين. حاول إنه نضبط حجم القطع يكونوا نفس الحجم علشان ينضجوا معنا بنفس درجة الاستواء ويكونوا كلهم نفس الحجم. كذا بالسمسم مثل ما تشوفوا، ونغطيهم من الجهتين كذا يكون شكلهم حلو مرتب. وبعدين نحطهم بصينية مدهونة دهنة خفيفة من الزيت علشان نضمن عدم التصاق. وهذه طريقة التشكيل ما في أسهل منها، ما تحتاج لا قوالب ولا تحتاج أي تعب في التشكيل. اللي لاحظته بهذه الطريقة هي سهولة العجين وما تحتاج أدوات، وكمان سهولة التشكيل، وحتنجز معكم بوقت قياسي. هنا شكلت معي العجين بالمكونات اللي ذكرتها في أول الفيديو 30 قطعة كعك سمسم. الآن بعد ما رتبناهم بالصواني نحط بين كل قطعة وقطعة مسافة بسيطة. حطيتهم بفرن مسخن مسبقا درجة حرارة 180 حتى ينضجوا معنا. أخذوا تقريبا 15 دقيقة. هذا شكلهم بعد ما نضجوا. أول شيء لاحظته إن حبات السمسم كانت تساقط من على الكعك بدون ما ألمسها حتى. ثاني تقييم حيكون السهولة بصراحة بسيطة، وأعتقد أي شخص مبتدئ ممكن يسويها، حتى لو ما دخلت المطبخ من قبل ممكن إنك تسويها وحتضبط معك. بالنسبة للقوام، لأنه ما فيها بيض ما فيها زبدة ولا سمنة، ومعروف إن الزبدة أو السمنة هي اللي تعطي الهشاشة للبسكوت، كان قوام البسكوت قاسي شوية. يمكن يعجب البعض لأنه يعتبر بسكوت للشاي. السمسم تقريبا أتساقط كله من على الكعك. ممكن نتجنب هذه الطريقة إنه نضيف قطر أو شيرة مع السمسم، كذا حيمسك تمام مع البسكوت ومش حينزل منها. أما بالنسبة للطعم، بصراحة طعمه بالنسبة لي كان عادي. لو ممكن أعيد الوصفة ممكن إني أضيف بيضة واحدة مع الخليط، أعتقد حيكون أفضل.